السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب يكونوا كلكم بخير. النهاردة هنعمل بطاطا في الفرن، سهلة قوي وبسيطة ومش تاخد معانا وقت ولا مجهود ولا اي تعب. احنا هنجيب بطاطا في الكمية اللي انت عايزاها وتسيبيها نقعيها حبة حلوين كده، يعني ساعة. وبعد كده هاتيها تروحي منضفوها كويس جدا بالفرشة او بايديكي تحت الحنفية. تمام. ولازم تنضفيها كويس جدا جدا عشان ايه؟ نبقى متأكدين من نظافتها. وبعد كده بنروح ماسكاها منضفاها. بصوا شايفين الميه عامله ازاي بيضه؟ يعني انا منضفاها كويس جدا. انا باكد عليكم في النظافه لان النظافه دي طبعا اساس كل حاجه. وبعد كده بتنضفيها من فوق ومن تحت، بتشيلي الراس بتاعتها وتروحي فتحها من على الجناب. ماشي، فتحه واحده بس. وتكوني محضره كوبايه ميه حلوه كده كبيره زي ما انتم شايفين، ومحضره الصينيه بتاعتك اللي هتحطي فيها. تمام. تيفال، المونيا، اي حاجه. بصوا الميه بيضه ازاي، بوريها لكم. تمام. بعد كده وكوبايه الميه اللي قلتلكوا عليها، وتنضفي بقى كل الكميه. وطبعا فاتحه الفرن على 250 درجه، وسيبيه حوالي 10 دقايق كده يسخن. وبعد كده نحط ايه البطاطا في الفرن. بعد ما خلصت الكميه هنجيب كوبايه الميه، هنحطها على البطاطا كلها كده، وندخلها الفرن لمده ساعه، ساعه، ساعه الا ربع، على حسب ما تستوي معاكي. كل ما تجيبي بطاطا صغننه ومتوسطه كده مش هتاخد معاكي وقت. لو جبتيها كبيره قوي دي بتاعت الشوي. بصوا بعد كده ما خلصت بعد ما استوت، بصوا بوريها لكم اهي. بصوا كده استوت. بص شكلها حلو اصلا. ممكن تاكليها كده للناس اللي بتعمل ريجيم وكده، ممكن تاكلي واحده بس يعني، مش كلها يعني. واحده بس في السناكس بتاعك. وانا حطيت عليها بس نص كوبايه سكر. تمام. هو ده بقى اللي بيخليها عامله زي الكراميلا كده، وما بتاخدش حاجه وما بتتحرقش منك. يعني انت عينك عليها عشان ما تتحرقش منك وتبقى ايه، محروقه. بعد ما حطيت نص كوبايه سكر وعديت عليها رشه ميه بسيط كده عشان السكر يسيح، ورحت قلبها على الوش التاني عشان تستوي معانا وتاخد الوش الحلو. يبقى السكر ايه، غرق فيها كده وخليها ايه شكلها حلو، واكنك حاطه عليها عسل. تمام. بتاخد بالظبط بعد ما نحط السكر 10 دقايق يعني. تمام. بعد كده رحت مطلعاها، شايفين شكلها حلو قوي. تمام. وجبت واحده معاكم وقطعتها. بصوا العسل تحفه. وهي استوت كده ما شاء الله. بصوا شكلها حلو قوي. ربنا ان شاء الله تعجبكم الطريقه الجميله دي، وقولوا رايكم فيها ايه، وان شاء الله تعجبكم. تمام. ومتشكرة جدا على الناس اللي علقت على الفيديوهات اللي قبل كده، والناس اللي اشتركت عندي. متشكرة قوي. ويا ربي ما تحرمش منكم. وان شاء الله فيدكم الفيديوهات بتاعتي البسيطة دي السهلة. ويا ريت بقى اللايك الحلو والاشتراك الجديد. جزاك الله كل خير. بصوا شكل البطاطا حلوة قوي قوي ما شاء الله عليها يعني. بصوا اوريكم حتة كمان. بصوا مستوية وكانت لسه سخنة طالعة من الفرن حالا. يا رب يكون الفيديو عجبكم. والبطاطا اللي انا قلت لكم عليها هي للناس اللي بتعمل دايت، ممكن ناخد واحده بس والله. في السناكس ومن غير سكر اهي. بصوا هي اصلا مش مستويه، يعني هي عامله اكنها مستويه وبس مش مستويه، اكنها مستويه نص مستويه يعني. ماشي. بصوا شكلها حلو قوي، ممكن تاكلوها كده. هي واحده بس في السناكس. يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون خفيف عليكم، والف هنا وشفا عليكم. يا رب تجربوها وتقولوا رايكم فيها ايه. مع الف سلامه. ربنا يحسن ما بين